ابو ناصر، دائما الهلال مختلف في اسيا. الهلال يقدم اوراق اعتماد دائما في القاره الاسيويه، ورقم صعب طبعا في القاره الاسيويه بارقام مع انزاجي. تفضل ابو ناصر. الهلال بشكل عام دائما ما يعتبر رقم صعب، لكن اليوم مع انزاجي انا شوي عليه علامه استفهام يعني بصراحه، خاصه في المباريات الاخيره. في قصور في هذا الجانب صراحه. انا ما اشوف انزاجي الى الان في المباريات الاخيره، وخاصه بعد بدايه الدوري وفي يعني الجوله الرابعه انه قدم شيء. اما مباراته مع ناساف اليوم، مباراته القادمه في بشكل عام نعم، اما مباراته القادمه في النخبه فطبعا بتكون مع فريق اقل منه مستوى، وفريق الهلال من المرشحين الاوائل على الحصول على كاس النخبه. صحيح انه كان مرشح المره اللي فاتت وحصل عليها الاهلي، ولكن يظل الهلال الافضل والاكثر والاقرب الى الحصول على هذه البطوله. تعرف شو مشكله الهلال؟ تفضل ابو خليفه. الهلال الهلال عندهم ما صبروا على متروفيتش، من احسن المهاجمين. نويز احسن عن مترو، والله العظيم اكبر غلطه فيها عملوها الهلال انهم فرطوا هم عشان الاصابات كابتن عادل. اصابات كثيره، بس كانوا ممكن يصبرون عليه. هم يابوا ما ظهره، لان هذا اليوم رجع. شوف اول ما رجع عبد الله لما يثبت جاهزيته يكون احسن لاعب مؤثر، يفرق معاه. اليوم حتى كان عمليه استغنام على ليوناردو في الدوري. عوده ليوناردو هذا من افضل المهاجمين، عبد الله ارقامه تحكم عليه. صحيح. كيف انا استبعد ليوناردو، استبعد متروفيتش؟ هذه قوه الهلال العام. زين.